جمال نزلها على الستيج مرضية عم تطلع بصور المجلة. ما بقدر نزلها. نزلها ماشي انا بنزلها. لا ما بتقدري تنزليها، امي بدها تصور معي. عم لك نزلها. خلاص. امي روحي يا مع اخواتي. ماما امي سمعتي شو قلت لك؟ روحي عدي مع اخواتي. يا جماعة أنا بدي بيع أمي. في حدا بيشتري؟ الحبايب يا ضنايا انت وكل امالي ومنايا انت يا احلى غنوة في دنيا حلوة غنت معايا وزمان. يلا غمد 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 ماما غمد غمد يا روحي يا جمال غمد. شو؟ ما في حدا بيشتري؟ أنا بدي بيع على أمي. يا حبيبي يا عمري انت. على ما يبدو ما حدا بده يشتري. من كانت أمه على قيد الحياة فليسجد لله شكرا أن الله وفقه أن رأى أمه في زمن يبعد الرجل أمه من أجل أن يرضي زوجته. لهذا تحسن إليك وأنت صغير وتزيل عنك الأذى، فلما تكبر جل فرحتها أن تراك وأنت زوجا، وأعظم من هذا أن ترى ذريتك، ثم بعد ذلك تكافئها بأن تسكن بعيدا عنها حتى لا تعكر صفو حياتك مع زوجتك. أهكذا تكرم الأم عباد الله؟ يا جماعة بقدم لكم أمي أم جمال، الإنسانة البسيطة اللي تعبت وكافحت لحتى صرت مهندس وحبتني يارا بنت الأكابر. أمي اللي ما ردي حدا يشتريها. باركي لي أمي، أنا بشتري. أسألكم بالله هل سمعنا هذا في آبائنا الأولين؟ ولكننا أمة للأسف نحسن إلى أبنائنا ولا نحسن لأمهاتنا في زمن انتشر به العقوق. ومن أشراط الساعة أن لا يحسن الابن لأبيه وأمه ويدني أصحابه ويبعد أباه وأمه.